ولا عدوان إلا على أعداء الله. عباد الله، إن هذه الزلازل والكسوف إنما هي رسائل من الله يذكر عباده باليوم الآخر، فإن أعظم زلزلة هي زلزلة يوم القيامة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يوم خلق الله السماوات والأرض خاطبهما جل جلاله فقال الله لهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالأرض مطيعة لله والسماء مطيعة لله، وما يغضب الأرض شيء أكثر من معصية الله فوقها، وما يغضب السماء شيء أكثر من معصية الله تحتها. والسماء شاهدة على ما يفعل تحتها، والأرض شاهدة وناطقة على ما يفعل فوقها. يومئذ تحدث أخبارها. قالوا يا رسول الله وما أخبارها؟ قال تحدث عن كل فرد، عن كل أحد من ابن آدم، فتقول ماذا فعل فوقها. عباد الله، إن هذه الأرض التي خلقنا منها وحياتنا مرتبطة فيها وموتنا راجعة أجسامنا إليها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، إنها شاهدة يوم القيامة على أفعالكم. ألا فافعلوا فوقها خيرا تجدوه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، كيف تكون زلزلة القيامة؟ كيف تكون تلك الزلزلة؟ قال الله جل جلاله وترى الأرض تحسبها هامدة وترى الجبال تحسبها هامدة وهي تمر مر السحاب. نعم، الجبال تنزع من الأرض وترفع فوقها وتسير كما تسير السحاب، أصبحت كالعهن المنفوش، ثم تؤخذ بعد ذلك كلها وتنسف نسفا حتى لا يبقى لها أثر. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وأما الأرض فتمتد وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، وبعد ذلك يقبضها الله جل جلاله بيده والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. عباد الله، ما زلتم في الأرض وما زالت الأرواح في الأجساد وما زالت العافية في دياركم، فحافظوا عليها بطاعة الله، فإن الذي زلزل الأرض في المغرب قادر على أن يزلزلها من تحت أرجلكم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. زلزل الأرض هناك وأرسل الرياح هناك ودمر هناك وهناك ليعتبر أولو الأبصار. ألا فاعتبروا وتوبوا إلى الله توبة صادقة قبل أن تخرجوا من هذه الحياة. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. نعم، يهلك الله القرى وهي ظالمة، لا يهلكها وهي عادلة، لا يهلكها وهي مصلحة، لا يهلكها وهي تأتمر بالمعروف وتنتهي عن المنكر أو تنهي بعضها بعضا عن المنكر. قال الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إن الذي جعل الحياة في الماء وجعلنا من الماء كل حي قادر على أن يجعل الموت في الماء، وإن الذي جعل النبات في الأرض والقرار عليها قادر على أن لا يجعل عليها قرار. فاعلموا أن الأمر أمره والكون كونه، وهو المدبر جل جلاله لأمره، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فكم من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. إن الزلزلة خوف وقد تؤدي إلى الجوع، قد يهلك الحرث ويهلك النسل، حتى الماء الذي تشربون قادر على أن يجعله غورا. قال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جادا فلولا تشكرون. وكذلك قال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون، قال تعالى في شأن كذلك الماء إنه سبحانه وتعالى قادر على أن يجعله غورا، على أن يغور في الأرض فلا تقدرون عليه. ألا فتوجهوا إلى الله بقلوب صادقة تائبة معترفة بالذنب، لأن الله قد يأخذ على ذنب تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كيف طلب إبليس من الرحمة؟ لأنه ترك سجدة واحدة لآدم وليس لله. اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، ومع ذلك لعنه وطرده إلى يوم الدين، وأخرج آدم من الجنة وحواء بسبب لقمة واحدة من الحرام، فكيف بمن أكل الحرام وأكله غيره؟ ألا فاستغفروا الله، ألا فتوبوا إلى الله، ألا فتركوا المظالم، واعلموا أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأن الله يناديكم بالتوبة، يناديكم للأوبة، يناديكم إلى
جنة عرضها السماوات والأرض ينبئكم عن رحمته نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. صعد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبو بكر وأصحابه أبو بكر وعمر وعثمان على جبل أحد، فارتج الجبل فرحا وجدلا بمن عليه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على جبل أحد وقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فالأرض تثبت إذا كان الصادقون عليها، تثبت إذا كان الشهداء هم من يعمروها والصالحون، وهؤلاء هم عمار الأرض وهم الذين يثبت الله بهم الأرض أن تزول من مكانها. فإذا أراد الله قيام الساعة أهلك الصالحين عن كثرة نبيهم، فإذا بقيت كفرة الفجرة فعليه تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. نعم لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله. يرفع القرآن من المصاحف والقلوب الحقرة وتترك الصلاة وتنتهي الكعبة حجرا حجرا. فإذا حصل ذلك ولا من يأمر بالمعروف ولا من ينهى عن منكر عندئذ ينادي الله إسرافيل أن ينفخ في الصور، لأن الكون إنما خلق من أجل عبادة الله. لله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فما دام هناك محسن ومحسن فالسماوات باقية والأرض باقية. فإذا هلك المحسنون وبقي الفجر الكفرة فأولئك تقوم عليهم الساعة. ألا واعلموا أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس ولكن يقبضه بموت العلماء. وانظروا كم مات من علمائنا، وإذا مات العلماء دخل الناس رؤوسا جهالا فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. ألا فحافظوا على بقية العلماء فيكم وبقية المحاضر فيكم، واعلموا أن هذا عزكم وعز آبائكم من قبلكم وعز أبنائكم من بعدكم. فوالله لا عز لنا بكثرة عدد ولا كثرة مال ولا مصانع ولا أسلحة، وإنما عزنا بهذا الدين كما قال عمر بن الخطاب نحن قوم كنا أذلة فأعزنا الله بهذا الدين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم اطلب بإخواننا المسلمين في المغرب الذين هدمت بيوتهم وفقدوا وفقدوا بعضهم بعضا. اللهم ارحم ميتهم وآب شهيدهم وعاف مريضهم يا حي يا قيوم. اللهم وإخواننا في ليبيا ارحم موتاهم واشف جرحاهم وعافهم يا حي يا قيوم. وكذلك في مصر وسوريا وفلسطين وسائر بلدان المسلمين. واحمي بلاد المسلمين واحفظها بحفظك واملاها برعايتك وعنايتك. فإنه لا حول لأمة محمد ولا قوة لأمة محمد إلا بالله جل جلاله. فبحولك وقوتك حول عنها كل سوء وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة واصلح لنا الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخير الدنيا والآخرة مع كفاية همهما. اللهم احفظ بلادنا ببرها وبحرها وشطها وسائر بلدان المسلمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم